الرئيس المحترم السيد الوزير المحترم، السيد الوزير، السؤال ديالي على الصحافه، تعزيز الصحافه الجهويه. ولكن قبل ما ندوز لهذا السؤال السيد الوزير، هذه مناسبه بغيت نعرف الراي ديالك في التسريبات لا اخلاقيه ديال لجنه الاخلاقيات واللي عامره بها مواقع التواصل الاجتماعي واللي تابعه اللجنه المؤقته ديال الصحافه. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. جواب السيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس المحترم، شكرا سيد النائب المحترم على طرحكم هذه الاسئله واهتمامكم بقطاع الصحافه بصفه عامه. بالطبع الاصل هو القوه والمؤسسات. يمكن يكون هناك خلاف، يمكن هناك اشكاليات، ولكن تقويه المؤسسات هو اللي كيهمنا، لان المسار الديمقراطي اللي عرفها المجال ديال الصحافه بصفه عامه منذ 2003 الى اليوم الا وهو غادي تقدمي. يعني كنقويو هذه القوه الرابعه باش نعطيوها الامكانيات اللازمه والمؤسسات والقانونيه باش تدبر امورها الراسه. فاي حاجه كتخرج من هذا المسار، كاي حاجه يعني كتمشي ضد المجال المفهوم ديال الاخلاق السياسيه والتدبيريه والاخلاق، الا وما يمكنناش يعني نكونوا معاه. ولهذا نريد تقويه هذا المجلس الوطني للصحافه، ولهذا وغتكون عندنا الفرصه باش نتكلموا عليه من بعد ان شاء الله. جوابا على سؤالكم بالنسبه للصحافه الجهويه، فقط اريد ان اذكر بان عملنا تطبيقا للاحكام الماده 7 من القانون رقم 88/13 المتعلق بالصحافه والنشر على اخراج مرسوم جديد كيحدد شروط وكيفيه الاستفاده من الدعم العمومي لقطاع الصحافه. وبالنسبه للمؤسسات الصحفيه الجهويه التي يقل الحد الادنى رقم معاملتها عن 2 مليون ديال الدرهم خلال السنه السابقه لسنه الاستفاده من الدعم، وبعد صدور القرار المشترك اصبح بالامكان من هذه المؤسسات الصحفيه، وهذا هو الجديد، الاستفاده من الدعم العمومي لقطاع الصحافه والنشر، وذلك تعزيزا لتنافسيتها وفعاليتها على المستوى الجهوي. بالطبع هذا الشيء غيمكن هذه الصحافه بتحسين الوضع الاقتصادي للمقاولات الصحفيه، وكذا تحسين الجوانب الاجتماعيه والمهنيه للصحفيين وللصحافه الجهويه عامه. شكرا.